زملائي وزميلاتي. عارف كلمه لو كواليتي؟ اصحابي وصحباتي. الفيلم ده بقى نو كواليتي. عمر سرير على طول كده، مفيش اخراج، مفيش صرف، مفيش لوكيشنز. هو انت باباكي ومامتك بيسيبوكي تسافري لوحدك عادي كده؟ حتى اسم المخرج نفسه مش مكتوب سنتر، مايل ناحيه الشمال، بس انت مالكش دعوه بالهري ده كله. طب والله العظيم يا فايز جدتك دي اختي. انت يا باشا مستمتع وحاطط رجل على رجل وانت بتشوف 3 شباب روشين وبيقولوا نفس افاتك اللي بتقولها على القهوه وبيهزروا نفس هزارك. شطت ايه ده يا وسخ؟ هنا بدير متعصب قوي وبيتكلم عن الاخلاق والمبادئ. وهفضل وراكم لحد ما تنتبهوا بقى للقضيه. قضيه ايه يا بدير؟ ده انت بتشرب بنج. هنا فايز كاركتر الواد اللي مقطع والبنات هتموت عليه، فبيتخانق هو والبنت اللي كان مصاحبها وفركشه علشان شافته مع واحده تانية. طب سيبك بقى من اللي بيحصل ورا ده كله. عارف قصه روميو وجولييت؟ الواد ده اللي شرب سم وموت نفسه علشان افتكر ان حبيبته ماتت، فقال يشرب سم ويحصلها المجنون ده. لا مش مجنون ليلى، دي قصه تانية هنحكيها بعدين. تعرف ان جولييت كانت اكبر من روميو ب 21 سنه؟ وده مش كلامي، ده كلام اسماعيل وهو بيحاول يشوط الدكتوره. كوكي وحشتيني. الفاجر بيحاول يشوط الدكتوره علشان كيف كبار سن. هنلاقي ان جولييت كانت اكبر من روميو ب 21 سنه وعادي. دير دايما عايش في دور الثوري اللي عايز ياخد حقه دايما ويدافع عن البلد، وعايش في دور احمد عرابي. وقوفي اليوم بينكم ليس بصفتي مرشحا لرئاسه اتحاد الطلبه. هتلاقيه بيستغل اقل فرصه علشان يطلع شخصيته دي حتى لو في تذاكر حفله. الكلام حلو بس احنا مش في وقت كلام، احنا في وقت افعال. دي تذاكر رحله للمتحف المصري. بيجي الافيه العبقري، واحد سبته يقول لك يا شربيني، مع ان انت عارف ان انت شربيني انا بس. عارف الهري ده كله لسه فايز هو والبنت ماسكين في بعض تقطيع بره. انت هتمد ايدك على بنت ولا ايه يا فايز؟ في هنا مشكله، انت ما تعرفش اي حاجه عن العيال دي، فهتعرف منين بأسوأ طريقه ممكنه. فايز امك في السعوديه متشحططه هي وجوزها علشانك يا فايز. هل فايز ما يعرفش ان امه متشحططه هي وجوزها فبتعرفه؟ يعني اول ما انت تيجي تفكر في الموضوع هتلاقي الحوار وحش جدا، مفيش كاركترز انترودكشن وحشه كده. مره واحده تلاقي تيتا بتقول له ما تبقاش تمد ايدك على الاماينو بتاعي، انا عداهم بالوحي. انت يا حبيبي ما بتلحقش تدرك اللي بيحصل هنا، بتلاقي نفسك اتسوحت في حاجه تانية خالص. لو تاخد بالك ففي ابداع بصري مش طبيعي. هتلاقي دايما في اوضه بدير الشخص الثوري المعارض الحيطه بتاعته عباره عن بوسترات لجمال عبد الناصر وجيفارا ومصطفى كامل وكارلوس مار. ايه ده؟ مش مصطفى كامل ده؟ قشطه يابا. زي ما بدير مكافح، اسماعيل برضو شاب مكافح وبيألف افلام معموله اوريدي. بياخد الفيلم الاجنبي المترجم ويترجمه تاني بلهجه مصريه، يعني حتى بياخد الفيلم مترجم، ما تعبش حتى في انه يترجمه، ويكلم المنتجين ويبيع لهم الفيلم على اساس انه من تأليفه. هنا بتيجي تاني واسوأ غلطه في الفيلم في الكتابه برضو، واللي اكتشفته ان اللي كاتب الفيلم ده احمد فهمي وهشام ماجد. فمن هنا تقدر تفهم اننا هيقابلنا مشاكل كتير في الكتابه لانهم كانوا لسه شباب بيبداوا. الغلطه هنا كانت في التعريف والبناء، المعلومات اللي انت بتديها لي علشان اعرف تفاصيل الحياه اللي العيال عايشينها دي. فايز بيكون بيقعد في المكتبه بتاع جده، فالبنت اللي كان بيقعد معاها بتساله اسئله مباشره جدا، فبتقول له ودي مكتبه يا اخويا. طب انا ما عنديش مشكله يكون السؤال مباشر، بس مباشر وسطحي وساذج وغبي كمان. فالمهم ان فايز بيرد عليها يقول لها انها كانت مكتبه جده وجده كتبها له قبل ما يموت، بس ما كانتش جايبه همها، فعلشان كده قلبها وشرايط فيديو من اللي انت فاهمها، وساعات بيجي يقعد فيها وكميه معلومات غريبه اترمت في وشك مره واحده، كانه كان شايل كل المعلومات اللي عارفها في حياته علشان يقولها في المشهد ده. انا بقى بكره الرمي مره واحده ده. طب ما انت تقدر تبقى بروفيشنال وترمي المعلومات دي مع الاحداث، مش تقول لي خدهم كده ببركتهم. بس بيني وبينك مفيش وقت لكل ده، الفيلم شبابي جدا وسريع جدا جدا، علشان كده مش عارفين يحشروا تفاصيل في الاحداث. ما اصل مفيش احداث، الفيلم كله اقل من ساعه ونص. فلما ام بدير بتسافر، بدير بيجيب البفه، والمفروض انهم يعني هيباتوا مع بعض علشان بدير بيخاف ينام لوحده. خش يا بدير خلينا ننام. لا هام لوحدي، خش انت في اوضه امي. انت ايه اللي بدير الرجوله دي؟ فامه بتيجي على غفله وبيجي المشهد الايقوني. ابني طلع بسكليته. في يوم من الايام اللي الشباب بيكونوا قاعدين فيها في المكتبه، بيجي واحد مريب بيهلفظ بكلام غريب جدا، بيقول انه كان صاحب جده زمان وجده سرقه وحوار كده محدش فاهمه. بس طبعا فايز من كتر حبه في جده اول ما سمع واحد بيقول على جده حرامي قام مسك الراجل عجنه. بس ركز لي هنا، الراجل ساب لهم الكارت بتاعه. عارف انا مش مرتاح، حاسس ان ممكن يكون في اوبشن ان يكون في واحد سايكو كده نطلع منه شويه كوميديا حلوين. هو ده اقفش شامبليون الراجل العبقري اللي بحبه جدا في الفيلم ده. هو طول ما هو عايش عنده يقين ان بطريقه ما اله الشمس عايز يموته. بس في هنا غلطه برضو، ان شامبليون المفروض انه ما بيحضرش امتحانات الكليه من 3 سنين، بس يعني ازاي قبلها كان بيحضر برغم ان الشمس موجوده من زمان. اسماعيلي المجنون بيروح لفايز فبيقابل جدته وبيحاول يشقطها. انت اخت فايز. فاول ما يشوف جده فايز وينبهر بيها بيروح يفركش مع دكتوره الجامعه. مش هينفع كوكي، انا فعلا كان نفسي اقضي معاكي ال3 4 سنين اللي فاضل لي. حرفيا كاننا في المالتي فيرس. يا اسماعيل عبد البر ده انتيمي. وعلى فكره في كمان قرارات جريئه زي المشهد ده مثلا. يعني ايه تطردي بدير من المحاضره وانا قاعد؟ انت عارفه بدير
المدير قال لي ايه؟ انت مش مسيطر يا اسماعيل. كونك عندك الجرأة انك تحط مشهد سلو موشن في النص كده علشان تضحك، ده قرار عبقري وريسكي جدا، لان المشهد ال7 ثواني اللي انت مستهون بيه ده ممكن يوقع رتم الفيلم 3-4 دقايق قدام، بس هو كان حلو عادي. انت مش مسيطر يا اسماعيل. فبيجي المشهد العبقري اللي انا بميز الفيلم بيه، الشباب وهم رايحين للراجل اللي ادالهم الكارت بتاعه، وبعد ما راحوا المكتبه ولقوها متبهدله فقرروا يروحوا على عنوان الكارت اللي الراجل سابه لهم اللي انا قلت لك عليه من شويه. بقالهم 3-4 ساعات بيلفوا حوالين السفاره الفلسطينيه، كل ده علشان بدير مش عايز يعترف لهم ان المكان حوالين السفاره الاسرائيليه. مكتوب بعد السفاره الاسرائيليه. وانا يستحيل اعترف بالكيان الصهيوني طول ما انا حي ارزق على وشي. المهم انهم لما بيروحوا بيلاقوا الراجل ميت فبيخلعوا، بس اخيرا لما بيروحوا المكتبه بيفكروا ويستنتجوا ان اكيد الراجل ده كان بيدور على حاجه في المكتبه، علشان كده كان لازم يدوروا على الحاجه دي قبل ما هو يجي لهم. بس المهم يعني سيبك من كل ده، العيال دي دمها خفيف فشخ. بس خدوا منكم يا جدعان عشان السرداب ده شكله رايح جاي. يخرب بيت دماغ جدك يا فايز. يخرب بيت دماغ ريحه رجلك يا بدير. إنها تلك القوى الخفية المعلقة في عنقه بخيط رفيع التي تجعله في عداه السابع يشعر بمغناطيسية الأشياء في عالم بعيد قريب حيث يرقد العظماء، يكون قد تحرر من قيود الحاضر ويصبح فائزا بالماضي والمستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة تونس. عايزين يجيبوا السلسله اللي فايز اداها للبنت الموديل اللي كان بيقعد معاها، بس هي مش عايزه تديها لهم، وكمان مش عايزين يدخلوهم اللوكيشن. مش مهم، هم هيتصرفوا. حرام عليك يا احمد. افتكري يا خاينة. افتكري يا خاينة. افتكري يا خاينة. فكرتي؟ خلاص افتكرت. افتكري يا خاينة. عيال ذكيه وبيعرفوا يجيبوا الافيه بالصياعه ومن غير حد. زنقوا البوليس بيدور وراهم، وفي واحد غامض عايز ياخد منهم السلسله، يعني الدنيا بايظه على الاخر. فبيقرروا انهم يروحوا للراجل اللي بيلف وراهم ويتفقوا معاه، وبالفعل بيقرروا انهم هيسافروا الاقصر. ففايز بيلاغي في الطياره ومش عارف ازاي الحته دي عدت، بس يعني هي بالفعل عدت. انا بلبنان هيك بنحبكم كتير. طب ايه رايك ان وعد الله احنا اللي بنحبكم هيك عشان انتوا جامدين هيك. لما بيوصلوا بيقابلوا الكينج اللي من احلى الحاجات في الفيلم، اكرامي. لا اكرامي ده اسم الشهرة، مسميني هنا اكرامي عشان لا مؤاخذة ايه اي مصلحة بلمعها كده بروح طاير عليها العمر زي الكرة في ايد اكرامي. فيها لبش جامد قوي ما بين حاجات كده، يعني ما بين الذنوب والسود. دي بقى صورتي مع الرئيس الراحل جلال عبد الناصر عامل دويتون مع اليسيا. وما تنساش الافيه بتاع احلى بلد في افريقيا. ولما بيوصلوا الاوتيل وفايز بيقابل البنت اللي كان بيشقطها هيعيد نفس الافيه تاني. ايه الصدفة الجامدة هيك دي؟ ام كلثوم ده انت ما بتسمعيش حد عايش خالص. في كون موازي هتلاقي، بص شايف ورا كده، هتلاقي دايما اسماعيل بيحاول يشقط ست عجوزه. ده بلوتو قرب قوي من الارض. مش عارف بلوتو ولا ايه؟ بلوتو الكلب بتاع ميكي. مروان بابلو، ويجز، مروان موسى، ابي يوسف، انسالي كل ده علشان داخلين على حاجه تانية خالص. اكرامي. عفريت العلبه للسبندان. الاغنيه دي جامده بفعل واضح وصريح جدا من صحاب الفيلم علشان يقولوا لك ان الفيلم شبابي بحت. تراك راب 2008، اول تراك راب واضح في السينما المصريه. المهم ان الشباب بيروحوا الكنيسه علشان يقابلوا الراجل اللي كان يعرف جدهم. راجل ايه؟ جدهم مين؟ انت مش فاكر ولا ايه؟ انت ناسي اصلا احنا هنا ليه؟ حقك طبعا، حقك. نقول ايه؟ حقك. اصل في كل مكان في افيهات. في الاقصر واسوان، هي مش الأقصر وأسوان دي بلد واحدة؟ دي 4x4، دي 4x4 الثانيه جيب. حتى وهم بيركبوا الاتوبيس هتلاقي احمد الفيشاوي بيرمي افيهات من ورا بخباثه كده. جود نيوز، جود لاك، انت جود بوي، فيري نايس اتوبيس. في افيه هنا مش طبيعي تقريبا، مش ناس كتير خدت بالها منه. لما راحوا الكنيسه عاجبك كده؟ معلش يا عم الحاج عندنا دي. لما بيجروا من الحكومه اسماعيل بيوقع محفظته. حطيت ايه ده وسخ؟ والله العظيم انا غلط شريف. لا تكون فاكر ان افيهات الفيلم كلها ماشيه بمسار واحد، لا يا حبيب قلب كامل العربي دول مش سايبين شخصيه واحده في الفيلم كله الا وبيطلعوا منها افيهات، زي الافيه بتاع الظابط. انهم اتشافوا مع ولد عايش هنا في لو اسمه اكرامي اظن. لا احنا لازم يا فندم نوصل لاكرامي ده. غلط، هو مش بيقول لك شاف العيال دول مع اكرام؟ ايوه بالظبط يا فندم. يبقى خلاص نمشي احنا في سكتنا عادي، ولما نقفش العيال دول هيوصلونا لاكرام. او الافيه بتاع ام بدير. تم التحديد مخبأهم صباح اليوم. الهي وانت جاي اشوفك محبوس يا بدير يا ابن بطل. تربى ايه يا ماما؟ ده لو مسكوه هيعدموه. راسي عشان يتعلم يمشي عدل بعد كده. الراجل اللي مستخبيين عنده من البوليس. ما بناكلش حاجه، مش مطلعينها بنفسنا من البحر. واضح فعلا يا معلم الفول هو لسه بيلعب. على فكره مش كل الافيهات بتيجي بشكل صريح، في افيهات بتكون ذكيه من تحت لتحت. يعني مثلا الراجل بتاع العصابه لما كلمه قال له بس لازم تعرف ان اليومين خلصوا، انا هديك 48 ساعه، مع انه كان يقدر يقول له يومين عادي، بس هو بيسبوف على الجمله دي. تحسهم كاتبين افيهات وحاطين سيناريو كده علشان يبقى اسمه فيلم بس. وبالمناسبه اسماعيل عايش في الدور قوي. يا ابني فكر شويه، جدتك دي اللي هبص لها. طب والله العظيم يا فايز جدتك دي اختي. نمنا جنب بعض مضطرين، مش مهم، اهو بالمره نطلع كام افيه. شامم يا فايز؟ ده غالبا بياخد النفس من مناخيره وبيطلعه من ورا. اخ كرامي قوم، غالبا بنطلونك اتحرق. وعلى فكره احنا جايين نهزر ونقول افيهات. الجو ده ما يتعملش مع اكرامي. انا مش هتكلم الا في وجود المحامي بتاعي.
الحركات بتاعتكم دي انا عارفها كويس قوي. بس ده ما يمنعش ان كروتك في الشخصيات. كانت دايما تقرا وتقول لي برافو عليك يا اسماعيل. بدات اتقرب منها، عرفتني على اصحابها وبقيت اخرج معاهم. صراحه كانوا بيدوني ثقه في نفسي ما لقيتهاش مع اصحابي اللي في سني. يعني مثلا في حاجات كتير غلط المفروض انها ما تحصلش، زي حوار ان الشباب لما راحوا للراجل بتاع الكنيسه سبحان الله اول ما دخلوا شافوا صوره جد فايز والراجل مع بعض. اكيد مش بالسهوله دي يعني، وكمان تكون اول حاجه يشوفوها ما دوروش حتى. بس عارف المشكله دي انت عمرك ما لاحظتها تقريبا علشان مش واخد الفيلم بجديه. وهم ماشيين بالعربيه بيجي الافيه الايقوني دي لجنه دي ولا ايه؟ لجنه من النهارده مفيش لجنه، انا اللجنه انا اللجنه. لجنه ايه يا جحش؟ اقف بسرعه هتحبس. فايز قابل بتوع العصابه وحصلت بينهم خناقه كبيره وحوارات بقى وبتاع. الحكومه نفسها لما تيجي وتنهي الموقف هترمي افيه ايه العواميد دي كلها وسمع لي المبلغ. بص هو يمكن القصه مش قويه قوي مع انها متعوب عليها، بس غصب عنك مش هتشوف انها قويه بسبب ان الفيلم عباره عن افيهات وافيهات 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 عليهم شويه افيهات، وفي النص كده في شويه احداث علشان بعدها على طول نقول افيهات. حتى الفيلم مختوم بافيه. عرفتني طبعا المدام والعيال في البيت ما وراهم غير الاستاذ سمير صبري. فيلم عبقري بمعنى الكلمه، من اول حدث لاخر حدث انت بتضحك بس. وبرغم ان دلوقتي في حاجات كتير جدا تطلع فيلم احسن من ده بكتير، بس مفيش. ممكن يكون شغف زمان مش موجود دلوقتي، ممكن الصناع نفسهم ما عندهمش شغف انهم يعملوا حاجه كوميديه تطرقع. مش مهم، المهم ان انا بحب الفيلم ده وخلاص. وبس كده، لو وصلت لحد هنا فانا بحبك جدا. بص بقى على الديسكريبشن وقول لي رايك في الكومنتات وبتاع. بس كده، سلام يا عربي.